الصوت بس. ماشي. معانا الاستاذ محمد عوف رئيس حي الشرقية. هو النهارده هيكلمنا على خلال ال6 اشهر اللي فاتوا هو الحي عمل ايه او قدر يحل مشاكل الحي في خلال ال6 اشهر اللي فاتوا ايه بالظبط، وهيقول الانجازات اللي اتعملت في الحي وايه المعوقات اللي لسه موجوده وايه المشاكل كمان اللي لسه موجوده في الحي واللي احنا بنأمل في الحي الشرقية انها تتحقق. معانا الاستاذ محمد عوف رئيس حي الشرقية. اتفضل. اهلا وسهلا. اولا بالنسبه للخطه الاستثماريه بتاعتنا بتاع العام المالي 2012-2013 عندنا رصف. احنا رصفنا حوالي 42 شارع في منطقه محصوره بين شارع العزب وشارع درب السكه الحديد وشارع عبد الحكيم رفاعي، ونسبه التنفيذ في هذه المنطقه حوالي 64.5%. بالنسبه للاناره احنا برضو عندنا شركة مؤسسة الشروق وشركة الفرج تم توريد مهمات إنارة بمبلغ 157,965. بالنسبة لشراء اللمبات الموفرة بالأنبوبة تم التوريد بمبلغ 49,996. المهم إيه؟ إحلال وتجديد إنارة ب 200,000، نسبة تنفيذ 30%. توريد وتركيب وكوابيل إنارة 75%، نسبة تنفيذ 35%. العمارات الجسيمة بالنسبة للعربيات والبرج الإنارة نسبة تنفيذ 85%. ده بالنسبة للإنجازات الخطة الاستثمارية. يعني أنا مثلا شغالين في الإنارة والإنارة في تقدم في الشوارع العمومية طبعا بناخد خدنا المحاور الرئيسية كلها طبعا. تركب لها كشافات والابواب والكابلات الارضيه، كله تم الكلام ده كله في الاناره. بالنسبه عندي المشروعات بقى، المشروعات الميه، عندي مشروعات ميه تحسين ضغوط في شارع مهمشه والقلايلي بطول 600 متر، وفي تحسين ضغوط ميه في شارع القلايلي والشرابيه والشارع كام 3500 متر، بقى 500 متر بس. دي الاعاقه لعدم توافر الاعتماد المالي، وان شاء الله سيتم تدبيرها ولتنفيذ باقي المشروعات باذن الله. عندي كذلك في مشروع الصرف الصحي برضو مساكن مشروع ناصر تحسين ضغوط شارع حسني وشارع محمد عبد الوهاب بطول 200 متر برضو دي تمت، وفي شارع 7 سليمان ومتفرعات بطول 2000 متر. بدايه المشروع شهر 3 2011، نهايه المشروع 8 2013، وده بطء في التنفيذ جدا جدا. المشروع برضو لتدبير الاعتماد المالي. هي دي المعوقات اللي عندي. شارع نبيل الاشعر برضو بطول 470 متر برضو صرف صحي. بدايه المشروع 9 2011، نهايه المشروع 3 2012. ده لم يتم انتهاء المشروع لوجود عيوب فنيه وسيتم تلافيها في الوقت الحالي بعد ما عرض الموضوع على السيد نائب المحافظ السيد المحافظ السيد نائب المحافظ. سيتم تلافيها وان شاء الله سيتم تسليم المشروع. عندي مشروع الغاز، عندي بس عايز اقول لك مشروع الغاز في مشاكل. مشروع الغاز عندي ان شاء الله بدأ في شهر مارس 2010 وانتهى في 2013 في 1/3 وهينتهي في 1/3 2013. تم تقسيم الحي ل 10 مربعات، تم الانتهاء من 7 قطاعات، باقي 3 قطاعات اللي هو قطاع 28 29 و30. المستهدف لتوصيل الغاز كان 46,300 عميل. احنا وصلنا لغايه دلوقتي شغلنا تشغيل فعلي ل 34,750. بس مشاكل الغاز يا ريس في مشاكل معاها مع المواطنين. المشاكل اللي هي في المواطنين في مشروعات فيها شوارع فيها مشروعات صرف صحي، دي لما يتم تركيب اليها الصرف الصحي بعد انتهاء مشروع الصرف الصحي سيتم تركيب الغاز. الوفاء الثلاثه ان شاء الله هيكون نسبه التنفيذ عندنا في حي الشرابيه 100% بالنسبه للغاز، مش هنبقى محتاجين اسطوانات غاز نهائي. عندي مخالفه عندي النظافه. بالنسبه للنظافه طبعا النظافه زي ما انت شايف احنا بالشارع لو كان مسكن عندنا الشوارع الرئيسيه كان بيبقى فيها رتش. كان عندي كذا مناوله، الحمد لله سيطرنا على المناولات اللي موجوده كلها ورفعنا نظفنا الشوارع الرئيسيه كلها بالكامل. شارع الشركات، شارع معمل الصابون، شارع الفرز، شارع السكه الحديد، كل ده المشارع اللي كان الشوارع اللي كان بيترمي فيها رتش مسيطرين عليها تماما. فرفعنا مخلفات نظافه 79,141 متر مكعب، ورتش 7,210 متر مكعب، وتجريد 3,290 متر مكعب. ده بالنسبه للنظافه. بالنسبه للنظافه احنا رفعنا الرتش وشلنا النظافه. التجمع السكني بتاع الشركه لسه برضه مش شغال
الناس لسه بترمي هو بالنسبه للجمع السكني هو في قصور في الجمع السكني من ناحيه الشركه. من ناحيه الشركه، وبعدين اولا هم المخطط بتاعهم بيبقى عندنا مثلا 20 عربيه بيجيبوا لنا مثلا 5 عربيات. هو ده سبب الاعاقه، المعدات كميحها مش صالحه، فهي ده سبب الاعاقه في النظافه. يعني ما بيقولكش المعدات كامله، العماله ما فيش كامله، ما فيش سيطره على العماله، ما فيش اشراف على العماله، واخد بالك. هو ده اللي بيتاثر على اسلوب النظافه في الشوارع منهم ومن الشركه نفسها. في عندنا طبعا في اقتراح، احنا عندنا مقترح احنا ان شاء الله هنعمله سور السكه الحديد اللي هو من عند محطه مترو غمره لشارع الشركات. هنعمل يعني جاري اقتراح نعمل باكيات ملابس اسوه بسوق غزه. جايز برضو سوق باكيات في حسن علام تحويل الحديقه لامام الباكيه الى باكيات متخصصه برضو لبيع الملابس والاكسسوارات. انشاء باكيات على سور حديد مزلقان ابو خليفه على تنافع عزبه الورد. انشاء سويقه للباعة الجانبي بنهايه شارع مصر العليا مساحه 600 متر. ده مقترحات، وان شاء الله ربنا يسهل ان احنا نعملها سويقات للشباب ان شاء الله. حي الشرابيه ان يوجد وسائل مواصلات عامه بالشرابيه، لان مفيش مواصلات عامه في الشرابيه نهائي، لان الشرابيه كلها محاطه بمزلقانات سكه حديد. فطبعا الميكروباصات طبعا بيعملوا تعريفه عاليه على الركاب، فدي مأثره على مواطن حي الشرابيه، لان هي محاطه من جميع الجهات بخطوط السكه الحديديه، والوسيله الوحيده للخروج هي استخدام الكباري والانفاق. المطلوب احنا عاوزين نوفر 3 خط ميني باص للعمل داخل الحي للقضاء على مافيا السرفيس العشوائي داخل الحي. احمد بدوي شبرا عتبه، مهمشه شارع رمسيس التحرير، غمره كوبري 6 اكتوبر، عباسيه مدينه نصر. دي اللي احنا بنحلم بيه، ان يبقى فيه وسائل مواصلات في حي الشرابيه. في عندنا المبنى بتاعنا طبعا بتاع حي الشرابيه كان عندنا 1053 متر، ما ساعدناش الاعتماد المالي ان احنا نبنيه، فاحنا منتظرين نبقى في تدبير اعتماد مالي لبناء حي الشرابيه مخصص، مبنى ليه مخصص ليه لوحده. وكان في برضه المستشفى العام حي الشرابيه لا يوجد فيه مستشفى عام. في عندي بقى مغالق الخشب، هي دي المشكله، ان احنا عاوزين عندنا 2.5 فدان. طبعا كان حدث حريق في 30/3/2009 نتج عنه احتراق 50% من منطقه المغالق، وحدث حريق في 2/5/2011 نتج عنه احتراق الجزء الباقي من منطقه المغالق. المحافظه قامت بتدبير 114 وحده سكنيه طبعا و31 مغالق منطقه القطاميه، وتم تحويل المنطقه الى حديقه عامه بتكلفه 229,400. رفض السكان الجزء الثاني المحترق مغادره المنطقه، وقاموا ببناء مساكن جديده في ظل الغياب الامني للدوله، وقام اصحاب المغالق بهدم الحديقه وبناء مغالق لبيع الخشب المستعمل مره ثانيه. المطلوب احنا عاوزين ننفذ قرارات الازاله للمنطقه دون النظر للبعد الاجتماعي لسكان العشش، حيث انه لا قدر الله لو حدث حريق ثالث سيقع ما لا يحمد عقباه. وشكرا جزيلا. المستشفى احنا كنا متكلمين ان احنا عايزين نعمل مستشفى عام في الشرابيه. هي المستشفى حي الشرابيه ما يوجد بيها مستشفى عام. هو في منطقه في جزء في مساحه موجوده جنب المركز الطبي بتاع جهان، هو ده ان شاء الله يمكن ينضم المساحه دي على المساحه دي، وجاري اقتراح انشاء مستشفى في هذا المكان. احنا فعلا لان منطقه الشرابيه عدد سكانها كبير جدا، هي منطقه طاقه قريبه جدا، حوالي 276,000 نسمه تقريبا. 276,000 نسمه لا يوجد بها مستشفى عام، لا يوجد بها خدمات صحيه سواء مراكز صحه متواجده. 5 مراكز صحه، هم احنا مسيطرين بمراكز الصحه طبعا على الناس، بس هو المستشفى فيها امكانيات اكتر من المراكز، فان شاء الله ربنا يوفقنا ويجي لنا اعتماد مالي ونعمل مستشفى.